بنتكلم عن حجر جميل جدا اتعرض عليا. بصراحة بدور في معلومات كده عن الحجر الجميل ده. لقيته اسمه الحجر السليماني، وقلت يعني ايه سليماني، عايز اعرف ايه علاقته بسيدنا سليمان، ولا له علاقة بايه. لقيت الحجر ده هو حجر عقيق، بيكون فيه شكل عين او عيون، مفعول قوي جدا جدا، ومعروف انه حجر السليماني او حجر سليمان، وسريع الاستجابة. وأيضا معروف عنه إن بيسكنه الجن، والله أعلم. وبيقولوا إن إيه بيسكنه الجن، لأنه في عين جواه. بيقولوا إن العين دي عين الجن. معروض منه قطعة، فص خاتم يعني. واحد عرضه عايز في الفص ده بالخاتم، الخاتم فضة، عايز 2000 جنيه. أنا بقول لكم كمان السعر بالبحث طبعا، بدور يعني. بيقولوا ان هو بيبقى فيه تكلسات وشوائب طبيعية على سطح الحجر الاصلي الطبيعي، يعني الحجر الصناعي ما فيهوش التكلسات ولا الشوائب. في منه الوان كتير، ولما بحثت لقيت في واحد مجنون زي حالتي بالاحجار متكلم كلام جميل، بيقول فوائد الحجر السليماني والتختم بالخاتم السليماني، حجر السليمان او ما يعرف الخرزة السليمانية. الحجر السليماني أو خرزة سليمان منذ أقدم العصور احنا بنسمع عن هذه الحجر المباركة، واختلفت حول منه الأقاويل والروايات عن مكان تواجدها. واليوم سوف أعطيكم نبذة مختصرة عن هذا الحجر وصفاته، وأحجامه وأشكاله، ومفعولها من نواحي كتيرة: للمحبة، للرزق، للوجاهة، لعقدة اللسان، تسهيل الأمور، وما شابه ذلك. لكن تختلف الختمات الموجودة فيها من حيث الطالب والمطلوب. حجر السليمان منها الجبلي وأنواعها يعني، ومن أنواع الأحجار الموجودة في الطبيعة أصلا وتكثر في بلاد آسيا. ومنها نوع نادر يقال إنه يستخرج من بطن الثعبان السليماني إذا استطرت في وقت التزاوج. وتختلف الروايات، النوع الأول والتاني طبعا غالي جدا، غالي التمن. حد هيفتح بطن تعبان أثناء التزاوج؟ ده حاجة في الأحلام يعني. محدش يقدر يقرب للتعبان وهو صاحي كده وماشي، حد يقرب له وهو بيتزاوج يعني للحصول عليه. يعني هو الكلام اللي بيتقال احنا بنقوله، بس في حاجات مقنعة وحاجات مش مقنعة. ممكن تاخد من التعبان خرزة زرقاء، أقول لك ثبته وخد منه، امسك دماغه كده تحت رجلك وخد منه الخرزة. شفتها أنا، شفت ناس بيطلعوا خرزة من دماغ التعبان بصراحة. لكن أثناء التزاوج دي حدوتة خرافية، حاجة تخوف يعني. في ناس كتيرة ممكن تحصل منهم، خاصة الناس الروحانيين، على الأحجار. بيقتنيها إذا كانت أصلية أو مقلدة. اللون البني يدل على خلق المحبة. بيقول اللي بيقتنيها لا يعرف إذا كانت أصلية ولا مقلدة. الأصلية بيقول في الأصلي اللون البني يدل على خلق المحبة بين اتنين. اللون الأصفر عقدة اللسان، بيحد عقدة الإخراج تتكلم يعني. طبعا ينفع للمحامين الكلام ده. اللون المائل للحمار للوجاهة. اللون الأسود للسيادة والرفعة. اللون الأبيض للمحبة وكثرة ألوانها. وهناك نوع نادر جدا تجد في قلبها لفظ الجلالة، ده يبقى حظك يعني. كلمة الله واضحة يعني في داخل الحجر. طبعا اللي بيلاقيه بسعره غالي جدا. ادينا لكم فكرة عن الأسعار وعن حجر سليمان. احنا بنقدم منه قطعة مهمة جدا جدا جدا، شوفوها برضو استمتعوا بيها. واعتبروا ان انا يعني حتى بنقرا معاكم ببساطة كده، كأن بنطلع مع بعض على المعلومة، من باب ان احنا بنقرا سوا يعني. انا بستفيد وانتم بتستفيدوا. القطعة دي للبيع برضو، صاحبها نفس الراجل الطيب اللي عارض حاجات ياما عندي. إذا حد يتقدم للشراء تحت أمره. والسعر برضو مع الاتصال على تليفوني برضو اللي انتوا عارفينه، كاتبه أنا على القناة. كلموني 0155 17 55 047 على الواتس إذا كان التليفون بتاعي مقفول. اتفضلوا اتفرجوا على القطعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.